عليكم ورحمة الله. النهارده معانا عربية الكوبيه. العربية دي مشكلتها ان هي مظلومة جدا، يعني ايه، مش عارف حظها عندنا في مصر قليل شوية. طبعا الاسبوع ده اسبوع الشغل اللي كان معمول قبل كده، دي فضل ونعمة من الله يعني. حاجات جايه معمولة كان سبق واتعملت عند ناس تانية، يعني ناس افاضل طبعا كلهم على دماغنا. الفانوس ده جه، مشكلته كلها ان لما راح لدكتور العيون بتاعه فصل له ازاز من خامة وحشة شوية. فطبعا البلاستيك بتاعه ده مظبوط مش بتاعها، بس الخامة غيرت لونها زي ما انتم شايفين، مدية على ابيض كده. ده ده للاسف يعني بيبقى عيب في الخامة نفسها. دايما الخامات الاوريجينال الاكريليك بالذات من الانواع اللي لو جايب منه خامة اوريجينال ما بتغيرش لونها، يعني ما بتغيرش بعد 5 6 7 8 سنين، لان هو بيبقى معمول اصلا ان هو يتحمل درجات الحرارة والعوامل التعرية الكبيرة يعني. ده طبعا جالنا بالشكل ده التقفيل ده. طبعا ما بنعيبش في شغل اي حد، كلهم اخواتنا وحبايبنا وعلى دماغنا وراسنا من فوق. احنا مش احسن الناس، احنا اقل الناس. بس الحمد لله فضل ونعمه، واللي ربنا يقدرنا عليه في الفانوس ده ان شاء الله. انتظرونا بقى في الفيديو التاني بعد ما يخلص. الفانوس ده هيتصب وهيتعاد رشه وهيتنضف من جوه وهيرجع ان شاء الله زي ما كان تاني. وباذن الله نقفله بخامات افضل، وخامات تقفيل طبعا معروفين بيها الحمد لله. ان بعون الله الزبون ما بنشوفوش تاني الا في الخير، الا لو لا قدر الله كسر الفانوس تاني يعني. يلا السلام عليكم. جميعا، ده فانوس الكوبي. كان طبعا محتاج عملية تجميل سريعة كده، لأن طبعا كان معمل له بريز نضارة ضايع خالص، كان الخامة بتاعته مش لطيفة. زائد إن هو كان مرشوش بمادة داخلية، المادة دي كانت مبوظاه، يعني كانت مأثرة على العدسات. طبعا شوفوا نسبة نقاء العدسة دلوقتي، رجعناها تشتغل تاني بنسبة 80 90%. كان العالي طبعا رايح. الرنجات دي طبعا كانت فيه، احنا عدنا تركيبها من اول وجديد. السموك رشيناه، مكان الكسر داريناه. الوش طبعا اهو بعد التغيير. كانت عملية تجميل ناجحة، رجعناه يشوف تاني. وان شاء الله من احسن لاحسن، وان شاء الله نشوف الزبون في حاجة جديدة. يعني شايفين التقفيل ما يجيلناش بنفس الفانوس مكسور ان شاء الله. التقفيل بتاعنا ده طبعا لسه ما خدش عازل ميه، لما ياخد عازل ميه هيبقى زي غيره. بس طبعا عشان يبقى سهل ان انا امسكه، عازل ميه عندنا احنا بنشتغل بمواد كلها اوريجينال. عازل ميه بيبقى سيكا، ده بس السيليكون اللي بنعزل بيه الميه، ما بيشتغلش باي حاجه، وبعون الله بندي ضمان لمده سنه. ده الفانوس، وان شاء الله تابعونا في كل جديد. السلام عليكم.